شايفين الكوكتيل وحلاوته وطعمته اهو. عايزاكم جربوه اهو. من مزايا من كام فراولايه عندك هتعملي احلى كوكتيل. لو عندك جوافتين على حبه لبن على شويه سكر هتعملي احلى كوكتيل اهو. احلى كوكتيل اهو عملناه اهو. عايزاكم تخشوا وتشوفوا عملنا الكوكتيل الجميل ده وتشتركوا في القناه اهو عشان يوصلكم كل جديد اهو. احلى كوكتيل اهو. احلى عصير كوكتيل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل حاجه حلوه خالص، حاجه هتساعدنا على الحر اللي جاي كده ترطب علينا. احنا هنعمل كوكتيل. طول عمرنا نروح المحلات عايزين نعرف الكوكتيل ده بيتعمل ازاي، لحد الواحد ما اكتشف ان الكوكتيل ده ممكن تعمليه في البيت بحاجه بسيطه جدا. انا عندي جوافه وعندي موز وعندي والسر اللبن وعندي فراوله واي فاكهه عندك هتحطيها. انا هبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم، هسمي بالله كده وصلي على الرسول. هبدا هعمل الجوافه بتاعتي عشان ما الجوافه ما صفيش ولا اعمل نفسي. انا همسك الجوافيه كده هقطعها، هشيل القلب بتاع البذر اهو، يعني مش هاخد القلب عشان مش هفضل اصفي. وممكن اجيب معلقه اهو، هشيل كده بالمعلقه اهو كده. هنضف قلب الجوافه كده من البذر خالص اهو، وهروح اقطعها كده بالسكينه وهحط بقى هحطها في شفشق الخلاط. ادي شفشق الخلاط اهو عندي اهو. هبتدي احط فيه اول واحده اهو. هعمل معاكم واحده كمان تبع ما انت عايزه تعملي كميتك. انا هعمل كميه كده على قد كده. دلوقتي هنشوف الكوكتيل كده. انا لما عملته يعني عجبني خالص خالص وقلت لازم اعمل فيديو بيه لوحدي كده. عملناه في البيت جوافه كده باللبن، كان طعمها خطير جدا جدا. فانا قلت لازم اعمل كوكتيل من جوافه باللبن وهعمل كوكتيل بالفاكهه اللي انا عندي. هخلص كل الكميه وهرجع له. انا قطعت حوالي اربع بتاع ده جوافات اهو. هبتدي بقى احط اللبن اللي انت عايزه تكملي بميه تكملي، عايزه تعملي كميه اللبن كلها باللبن كلها اهو. انا هكمل طبعا هحط شويه من الميه عشان عندي اللبن مش متوفر يعني كده اهو. السكر طبعا تبع الرغبه زي ما انت عايزه، تبع رغبتك. هنحط كميه السكر تبع الرغبه اللي انت بتحبي فيها الكوكتيل اهو. هروح اضربها في الخلاط وهرجع لكم. احنا اهو ضربنا الجوافه باللبن. السر كله في الجوافه واللبن اهو في الكوكتيل اهو. عندي الكوبايات، عندي الفراوله، اي فاكهه عندك هتبتدي تحطي فيها اهي الفاكهه. هتصبي اي حاجه عندك من الفاكهه. انا عندي فراوله، عندي موز، عندك اي حاجه للكوكتيل هتحطيها. هنقطع الموز كده اهو، وهنبتدي تقطعي كل الكميه اللي انت عايزه تحطيها. عايزه تحطي تفاح يعني، بص اي كميه انت عايزاها وتصبي عليها اهو. نصب عليها هيبقى عندك كوكتيل. والله عايزاكم تجربوها. بسم الله ما شاء الله، يعني طعمه روعه 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 كده فوق ما تتخيلي اهو. جوافه باللبن اهو. هتعملي كميتك اللي انت عايزاها وتقطعيها. هتحطي في التلاجة اهو في يوم الجو الحر كده اهو.
هتشوفي حلاوته وهتشوفي طعمته. هيبقى عندك احلى كوكتيل عاملاه في البيت، جربيه. اهو الكميه اللي انت عايزاها كوبايات اهو، هتعملي اهو تبع اسرتك، تبع وهتحطيه في التلاجة وتسيبيه اهو. عايزاكم تخشوا وتشوفوا عملنا الكوكتيل الجميل ده ازاي اهو. احلى كوكتيل هتعمليه في الجو الحر، هتشربيه ما شاء الله عليه، ولا افخم محل هتروحي تجيبيه. احلى كوكتيل اهو، عايزاكم تجربوه وتشتركوا في القناة اهو. احلى كوكتيل اهو، احلى كوكتيل من يعني افخم المحلات كنا الواحد يروح يشربه ويقولك يا ترى معمول من ايه، والسر كله في الجوافة ام لبن اهو. هتعملي الكوكتيل اهو. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.